دي بقى كده بعد ما طلعت من الفرن اهي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل كيكه الرواني. كيكه الرواني دي اللي هي بتبقى بالدقيق ودقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه وجوز الهند وكده. طيب المكونات بتاعتها احنا جبنا بوله فاضيه، كوبايه، نص كوبايه زيت، 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، ودي كوبايه لبن. هي المفروض بتتعمل بزبادي بس انا عملتها قبل كده بلبن وطلعت جميله جدا، فحطيت لبن مكان الزبادي. دي حوالي كوبايه لبن. والسكر 250 جرام، ممكن كوبايه سكر. ودوت دقيق مش عارفه دقيق البسبوسه، انا بقول عليه دقيق البسبوسه. ودوت 150 جرام دقيق العادي، يعني حوالي كوبايه. وده جوز الهند 50 جرام، والفانيليا والبيكنج باودر. بس دي المكونات بتاعتها. اول حاجه هنحط البيض، بعد كده هنحط عليها السكر، وهنفضل نقلب لحد ما السكر يدوب خالص. انا ما عنديش مضرب فهعمل بالشوكه بقى خلاص. حطيت قلبت البيض مع السكر. هحط الفانيليا، وهحط اللبن. هي المفروض زبادي بس انا حطيت لبن، والزيت، وهقلبهم كويس جدا كده. افضل بقى اقلب فيهم كويس جدا جدا لحد ما كله يتقلب مع بعضه، والسكر يدوب خالص، ما يبقاش فيه اي بواقي سكر. انا ما عنديش مضرب، فهعمل بالبيضه. هعمل هعمل بالشوكه كده. انا قلبتهم كويس. هحط بقى دقيق البسبوسه، وهحط جوز الهند، وهقلبهم. بعد كده احط عليهم دقيق اللبن انا خلطه، وهحطه على طول. وهحط بيكنج باودر. انا بحط الكيس كله بصراحه عشان تبقى حلوه. ونقلب. الرواني بتبقى العجينه بتاعتها تقيله شويه. ممكن ازود لها شويه لبن. يعني حاجه بسيطه مش كتير، انتوا برضو بتشوفوا القوام بتشوفوا تزودوا حاجه بسيطه او ما تزودوش، بس انا شايفاها كده كويسه. اجيب الصينيه بقى اهي، الصينيه الصغيره، صينيه مقاس 22. دهنتها زيت. هي اصلا تيفال فمش هتلزق فيها. ببتدي اصب الخليط فيها. بس كده نظبطها شويه كده. اسفين على الصوت عشان خاطر اشغل بقى الفرن واحط. عملت الشربات بتاعها
واهي هحطها على درجة حرارة 200 شوية، وبعد كده هنزل درجة الحرارة 180. هحطها دلوقتي، انا مشغله الفرن سبتها حوالي دقيقتين، وهحطها سبت الفرن شغاله دقيقتين، وهحطها على درجه حراره 200. بعد كده واتش درجه حراره 180. دي بقى كده بعد ما طلعت من الفرن اهي. بصوا حطيت عليها سوقتها بزيت الهند من فوق، بصراحه جميله جدا. يلا جربوها وقولوا لي رايكم ايه.